اللعبة دي هتعلم طفلك الألوان ومن غير شاشات. اللعبة مناسبة من عمر 2 فيما فوق، كمان بتساعد الطفل على تعلم الألوان وتنمية الذكاء الحسي وكمان تقوية التركيز. لو عندك طفل من عمر 2 فاللعبة دي أكيد مفيدة ومسلية ليه. أول حاجة جبت لعبة الدواير دي ورصتهم، ولو مش عندكم عادي خالص هاتوا ورق ولونوه. رصتهم بالشكل ده جنب بعض، وبعدين هجيب أي لعب موجودة عندي سواء مكعبات أو أي حاجة بنفس الألوان اللي موجودة. يعني مثلا البطة دي لونها أصفر زي الدايرة الصفرا فهحطها فوقيها. جبت المكعبات عندي عشان فيها كذا لون، وزي ما قلت لكم اي لعبه او اي حاجه تنفع عندكم تكون بنفس اللون اللي انتوا راسمينه او نفس لون الدايره اللي حاطينها. مثلا المكعب اللي لونه اخضر ده نفس لون الدايره الخضراء فحطيتها فوقيها، وهكذا بقى. يعني نعلم الطفل انه اللون نفس لون الدايره او اللون اللي قدامنا هنحط فوقيه نفس الالوان بتاعته نفس الدرجه، ونعلمه ده اسمه احمر مثلا، ده اسمه موف، ده اسمه اخضر. طبعا مش بيتعلموا من اول مرة، مع التكرار هيبتدوا هما يفهموا ويعرفوا الالوان كويس جدا، وكمان الحاجات الدرجات اللي شبه بعض وهكذا. يعني نقدر نعمل ده بأقل الامكانيات، حتى لو مفيش لعبة احنا نعمل لون معين او مثلا الورق ملون وهنعمل ورق ملون شبهه ونحطهم فوق بعض. يعني اقل الامكانيات نقدر نعمل بيها الحاجات البسيطة دي، وبكده ابسط الامكانيات نقدر نعلم بيها اطفالنا من البيت الالوان وننمي ذكائهم ونسليهم كمان. وده كان تالت فيديو من سلسلة يلا نونسهم مع لعبة جديدة. استنوا افكار تانية كتير، بس ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك او سبسكرايب علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجاية.